حكايتنا بتبدأ مع داني اوشن، وبنشوفه بعد ما قضى مدة في السجن بسبب اتهامه في قضايا نصب مختلفة. وبمجرد ما بيخرج من السجن بيبدأ يجمع عصابته مرة تانية، واللي بيكون أول عضو فيها هو راستي الصديق المقرب لأوشن. وبيعرفوا أوشن إن خطتهم إنهم يسرقوا خزنة بيتجمع فيها إيراد 3 لملاهي ليلية في مدينة لاس فيجاس، واللي بيكونوا مملوكين لواحد اسمه تري باندكت. وبيقول أوشن إنهم هيحتاجوا يجمعوا فريق محترف يساعدهم في اقتحام الخزنة بدون ما يتقبض عليهم. وبيروح أوشن مع راستي لواحد اسمه روبن علشان يمول عملية السرقة. وروبن بالمناسبة بيبقى من أشد أعداء باندكت، واللي بيوافق إنه ينضم لفريقهم بمجرد ما بيعرف إنهم هيسرقوا باندكت، وده لأن بنتكت زمان نصب عليه واشترى منه الملاهي الليلية بتاعته بالإكراه وبسعر قليل. وبعدها بيبدأوا إنهم يجمعوا الفريق واحد ورا التاني، واللي بيتكون من فرانك واللي بيكون شغال موزع لأوراق القمار في واحد من الملاهي الخاصة بباندكت، وداني المحترف في التعامل مع الإلكترونيات، والأخين مولي. وبينضم ليهم كمان باشرتير المحترف في التعامل مع المتفجرات، ووين لاعب السيرك واللي بيكون عنده لياقة ومرونة عالية، والنصاب السابق سولي واللي بيقرر انه يرجع للنصب مرة تانية لما بيحكي له اوشن عن العملية الجديدة. واخيرا لينوس نشال وحرامي محترف. وبيبدأ أوشن إنه يحط خطة وبيعرفهم إنهم هيسرقوا الخزن الخاصة بالثلاث ملاهي الليلية، واللي بتتجمع كلها في خزنة الملهى الليلي بلا جوا، وبتبقى موجودة تحت الأرض ومحمية بنظام أمني متطور صعب إن أي حد يخترقه. وبيعرفهم أوشن إن الأسانسير اللي بيوصل للخزنة بيشتغل بمصفى معينة، وإنه كمان مظبوط على حمل محدد، لو اتغير الأسانسير بيقفل ومش بيفتح أبوابه، وإنهم هيعدوا على أكتر من بوابة، وبيبقى لكل بوابة رقم سري بيتغير بشكل مستمر كل 12 ساعة، وده طبعا غير النظام الأمني الموجود على باب الخزنة. وبيقترح وين إنهم يحفروا نفق في الأرض يوصلهم للخزنة بشكل مباشر، لكن راستي بيعرفوا إن الأرض مزروع فيها أجهزة حساسة وهيتكشفوا بمجرد ما يبدأوا الحفر. وبيعرفهم أوشن إن الخزنة هيكون موجود فيها حوالي 150 مليون دولار. وبتبدأ العصابة إنهم يراقبوا كل العاملين في الملهى الليلي علشان يقدروا يحددوا تحركاتهم وأوقات وجودهم. وبتكون مهمة داني إنه يهكر أنظمة المراقبة ويخترقها، وده بعد ما بيدخل لأوضة المراقبة وبيزرع جهاز اختراق فيها بمساعدة الأخين مولي، بأنهم بيقفوا قدام الكاميرا الموجودة عند مدخل الأوضة وبيحطوا عندها بالونات كتير، وبعد ما بيخترقوا الكاميرات بيقدروا يوصلوا لشكل الخزنة وبيعملوا منها واحدة طبق الأصل، وده علشان يتدربوا كفاية على طريقة اقتحامها. وبيراقب راتسي باندكت وبيعرف إنه متابع أدق تفاصيل الشغل بنفسه، وإنه بيستلم بنفسه الأوراق اللي فيها التقارير الخاصة بالأرباح وكلمات السر الجديدة للبوابات. وبيعرف راستي كمان إن نقطة الضعف الوحيدة لبندكت هي حبيبته بريتشيا، وبيتفاجئ راستي إنها هي نفسها بريتشيا مرات أوشن السابقة. وبيروح راستي لأوشن وبيسأله إذا كان عامل كل العملية دي علشان ينتقم من بندكت ولا لأ، لأنه سرق منه مراته. لكن أوشن بيقوله إن العملية دي هيرجع بيها كل حاجة اتسرقت منه مش مراته بس. وبيروح سالي لبندكت وبينتحل شخصية رجل أعمال، وبيطلب من بندكت مكان سري يشيل فيه شنطة هيكون فيها قطع من الأحجار النادرة هتوصل بعد كام يوم، وإنه هيدفع له اللي هو عايزه لو وافق يحط الشنطة دي في خزنته السرية. وفي الوقت ده بيروح أوشن لبريتشيا وبيعتذر لها لأنه خبى عليها إنه كان نصاب، وبيطلب منها إنها ترجع له مرة تانية وإنه خلاص بعد عن طريق النصب. لكن بريتشيا مش بتصدق كلامه، وبيوصل أثناء كلامهم بندكت وبيطرد أوشن من الفندق، وبيعرفوا إنه مش مرحب بوجوده هنا وإن كل تحركاته متراقبة. وبيقدر يان إنه ينفذ المطلوب منه يدخل من عربية الفلوس للبوابة بدون ما يدوس على الأرض علشان ما يكشفهمش نظام الحماية. لكن بيتصدم باشر إنه لما جاي يفصل الكهرباء عن المنطقة حسب الخطة بتاعتهم لقى عمال موجودين في غرفة التحكم، وبيفشل في تنفيذ الخطة، وإن الحل الوحيد الموجود قدامهم دلوقتي هو إنهم يستخدموا جهاز كهرومغناطيسي معين بيتسبب في قطع الكهرباء عن المنطقة بالكامل لمدة 30 ثانية، وإن الجهاز ده موجود منه قطعة واحدة بس في معهد كاليفورنيا. وبتنجح العصابة في سرقة الجهاز، وبتضطر العصابة إنهم يلغوا دور أوشن من الخطة، وده لأنه بقى كارت محروق لبندكت واللي عاطي أوامر لكل الأمن بمراقبة أوشن بمجرد ما يدخل الملهى الليلي. فبتقرر المجموعة إن لاينوس هو اللي هيقوم بدور أوشن، وبنروح ليوم تنفيذ الخطة، وبيروح سولي لبندكت علشان يسلموا الشنطة المهمة اللي هيشيلها في الخزنة، وبيوصل بندكت سولي لمكان الخزنة علشان يطمن على نظام الحماية بنفسه. وبعدها بيستأذن بندكت سولي إنه هيسيبه دلوقتي لأن عنده شغل ولازم يكون موجود فوق. وبمجرد ما بيطلع بندكت بيستلم من العمال أوراق التقارير الجديدة واللي فيها الأرقام السرية للبوابات، وبيروح له لاينوس وهو منتحل شخصية فرد أمن من لجنة القمار، وبيعرفوا إن في موزع أوراق عنده عليه قواضي سابقة وده شيء غير قانوني.
وبيشوف بندكت وهو بيحط التقارير في جيبه، وفي الوقت ده بيكون راستي منتحي شخصية سواق وبيقدر انه يهرب ين جوه عربية فلوس مزيفة وبيدخله جوه الخزنة. وبيروح اوشن وبيحاول يتكلم مع بريتشيا وبيقول لها انه عايز يودعها لان دي اخر مرة هتشوفه فيها، لكن بيروح له 2 من الحراس وبيبلغوه ان بندكت طالب يشوفه. وبيكون بندكت في الوقت ده موجود في التحقيق المزيف اللي عامله لاينوس مع العامل، واللي بيكون هو نفسه فرانك. وبيمثل فرانك انه بيهجم على لاينوس علشان يتسبب في حالة فوضى، واللي بيقدر بسببها لاينوس انه يسرق التقارير من جيب بندكت. وبعد ما بيخرجوا كلهم من أوضة التحقيق بيتظاهر لاينوس انه نسى جهاز الارسال بتاعه في الأوضة، فبيرجع يجيبه لوحده. وبيطلع بندكت لصالة الملاكمة الموجودة في الملهى الليلي بتاعته لان في ماتش مهم ولازم يكون موجود هناك. وبدل ما يرجع لاينوس على أوضة التحقيق بيروح على الأسانسير واللي هيوصله للخزنة. وقبل ما عمال الأمن يلاحظوا وجود شخص غريب في الممر بيتظاهر سولي انه اتصاب بنوبة قلبية، وده علشان يقدر داني انه يكسب وقت ويعطل الكاميرات ويحط مكانها صورة ثابتة للأسانسير وهو فاضي. وفي الوقت ده بيكون بندكت حابس اوشن في أوضة فاضية وما فيهاش كاميرات على أساس ان محدش يقدر يثبت عليه انه خطف اوشن. وبيدخل للأوضة شخص ضخم اسمه بروزو بيكون مأجره بندكت علشان يضرب اوشن، لكن بروزو بيكون متفق مع اوشن في الأساس. وبمجرد ما بيخرج أفراد الأمن من الأوضة بيهرب بروزو أوشن من فتحة التكييف. وبنرجع للخزنة وبيوصل راستي وهو منتحل شخصية دكتور وبيبلغ الأمن إن سولي مات بسبب أزمة قلبية. وبيروح له الأخين مولي بسرير جرار وبينقلوا سولي برا المكان. وبيطلع لاينوس فوق الأسانسير وبيتفاجئ بوجود أوشن واللي بيعرفه إنه مطلعش من الخطة ولا حاجة وإنه كان بيختبره مش أكتر. وبيضطروا انهم ينزلوا للخزنة بالحبال علشان ما يحركوش الاسانسير، فبيقطع باشر الكهرباء باستخدام المولد لان المكان كله بيكون محمي بالليزر. وبسبب قطع الكهرباء بتنتشر الفوضى في المكان كله، فبياخد بندكت بريتشيا وبيخرج بيها من حلبة المصارعة قبل ما تتأذى. وبيقدر اوشن ولايسون انهم يخدروا الحراس المسؤولين عن حماية بوابة الخزنة، وبيستخدم ين المجوهرات اللي كان جايبها سولي في الشنطة واللي هي في الحقيقة متفجرات، وبيفتح بيها باب الخزنة. وبتتفاجئ بريتشيا بصوت رنة موبايل موجود في جيبها وبتستغرب لان الموبايل ده اول مرة تشوفه، فبتديه لبندكت علشان يرد هو على التليفون. وبيكلمه راستي وبيقوله ان الخزنة بتاعته بتتسرق دلوقتي. وبيجري بندكت بسرعة على اوضة المراقبة وبتكون في البداية كاميرات موضحة ان كل حاجة ماشية بشكل طبيعي، لكن بعد كده بتتغير الصورة لتسجيل الخزنة الحالي. وبيشوف الخزنة وهي بتتسرق وبيقوله راستي انه مجبر يساعدهم في الهروب بالفلوس لانه هيهرب ب80 مليون بس وهيسيب له باقي الفلوس، يا اما هيفجر الفلوس كلها ووقتها هيكون بندكت خسر كل الفلوس اللي معاه. وبتفهم بريتشيا ان اوشن هو اللي حط في جيبها الموبايل وهو بيودعها، فبتروح بسرعة تدور على اي حد يوصلها باوشن لغاية ما بتلاقي راستي وهو بيكلم بندكت. وبيكتم راستي صوت الموبايل وبيقول لبريتشيا ان اوشن بيقولها تطلع على اوضتها وتشغل التلفزيون وتستنى اللي هيحصل. وبيكلم بندكت فرقة الإنقاذ علشان يلحقوا باقي الفلوس قبل ما تتفجر. وبيوافق بندكت إنه يساعد راتسي واللي بيطلب منه إنه ينزل الأسانسير فاضي للخزنة وهم هيحطوا الشنط فيها، ومطلوب من الأمن بتاعه إنهم يوصلوا الشنط دي لعربية بيضاء راكنة قدام المبنى، وبيحذروا إنه لو عمل أي حركة غدر هيفجر العربية والخزنة بالفلوس اللي فيهم. وبتوصل فرقة التدخل السريع علشان يحاولوا ينقذوا الفلوس اللي فاضلة من التفجير، لكنهم مش بيلحقوا وبيتقطع النور ووقتها بتنفجر الخزنة باللي فيها. وبيروح بندكت للخزنة وبيلاقي ان الباب متفجر والفلوس الباقية متدمرة، وبتتصل عليه الشرطة وبيعرفوه انهم لما جم يقتحموا العربية اللي فيها الفلوس لقوا ان اللي سايقها جهاز آلي وان الشنط ما كانش فيها فلوس ولا حاجة وانها كلها عبارة عن ورق اعلانات. وبيلاقي بندكت ان كلمة بيلاجيو مكتوبة على الارض، وبيعرف من الامن ان الكلمه مش ظاهره قدامهم على الشاشه، وبيفهم ان اللي بتعرضه الكاميرا ده فيلم متسجل اصلا وان عمليه السرقه حصلت من فتره. ومش بيفهم بندكت هي الفلوس خرجت من المكان ازاي. وبنكتشف ان فرقه الانقاذ السريع هي افراد العصابه اصلا وانهم قدروا انهم يعبوا الفلوس بسرعه لما النور قطع، وبيهربوا ين ولاينوس معاهم. وبيرجع بسرعه اوشن على الاوضه اللي فيها بروزر وبيضربوا بروزر علشان يبان ان متحركش من الاوضه ولا كأن حاجة حصلت. وبيبقى اوشن زرع كاميرات في الأوضة المحبوس فيها وبيتذاع التسجيل بتاعها على تلفزيون بريتشيا. وبيسأل بندكت اوشن إذا كان هو اللي ورا كل اللي بيحصل، لكن بينكر اوشن وبيعرض على بندكت إنه يساعده ويرجع له جزء من المبلغ المسروق وفي المقابل يقطع علاقته ببريتشيا للأبد. وبيوافق بندكت على طول وبتتصدم بريتشيا من كلام بندكت، لكن بيرجع اوشن وبيقول لبندكت إنه هيبقى يشوف له أي حد من اللي كانوا معاه في السجن لو حد فيهم يقدر يساعده. وبيفهم بندكت ان دي لعبة من اوشن وانه مش ناوي يساعده ولا حاجة. وبتنزل بريتشيا من اوضتها وبتقابل بندكت
وبتقوله إنه مهما كان مفكر نفسه محمي فهو دايما متراقب وهي عارفة كل اللي هو بيعمله. وبتخرج بعدها من الفندق وبتشوف أوشن أثناء القبض عليه لأنه تسبب في مشاكل أثناء فترة المتابعة بتاعته وإنه هيتحبس لمدة 6 شهور. وبيوعد أوشن بريتشيا إنه هيعوضها عن كل حاجة بمجرد ما يخرج من السجن. وبتوعده بريتشيا إنها هتستناه لآخر وقت. وبتعدي 6 شهور وبنشوف أوشن بعد ما قضى فترة حبسه وبيكون في استقباله راستي وبريتشيا. وبيقرر أوشن إنه يبدأ حياة جديدة ب16 مليون دولار واللي كانوا نصيبه من العملية الأخيرة. وبينتهي الفيلم.